فإذا تاريخهم كله تاريخ خيانة. ولكن عامة الشيعة مع الأسف عامة الشيعة آل بيد علمائهم وعلمائهم وحكامهم. كلما قامت دولة شيعية أضافت في التشيع ما لم يكن منه. هذا واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم ترك لنا على محجة البيضاء. فلا تكون في على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهؤلاء الطغاة يحرفون ماذا ترك الرسول؟ نعم كتاب الله، عليكم بكتاب الله. لم يقل كتاب الله محرف. لم يقل هناك كتاب الله. أكمل الحديث يا شيخ، خلينا أكمل الحديث. لم يقل أن هناك مصحف فاطمة. لم يقل أن مصحف فاطمة نزل من السماء. أكمل الحديث. لم يقل قال ولكن ليس بهذا الصدد. ليس بهذا الصدد. ها بالضبط. حديث تحتجوا هنا تحتجوا بالآحاد وتتركوا المتواتر. اسمع، ما أنت بعد كتاب الله والسنة في صحيحة. كتاب الله وأوصيكم بإثرتي وأنت كذبت. والليلة مفروض كنت نناقش أكاذيبك إلى أهل السنة وأنت أتيت بكتاب لا تعرف طبعته كم وربما حذفت أشياء. أنت سألتك الآن هذا كتاب رقم 5 وهذه الكتب تطبعها مخابرات إيرانية وهي الدولة الإيرانية يطبعوها وتطبعوها توزعها في العالم وأنت بنفسك لا تدري هذا. أنت تدري ولكن مزيدا للخداع ما وضعت الطبعة وزدت ونقصت فيه. الآن أنا رأيت مثلا كتاب من كنت مولاه فليون مولاه هنا في الصفحة الثانية. هنا أنا أراه 3-4 صفحات بعده. عرفت كيف؟ أتحداك لا جيب الطبعة اللي عندك. لا أتحداك. هذه حجة جيد يا أخي. لا الطبعة أنا ما جيب الطبعة اللي عندك. طبعتي أنا الآن نسختي في إيران. كيف أبغى تجيبوها لي؟ أنا نسختي في إيران. أبغى تجيبوها. طيب. أتحداك ها أمام الناس وأمام المستمعين. إذا تلقى حرف زايد في أي طبعة أنا أسلم له وألعن الشيء. إذا هذا كذب. هذا كذب. هذا الصفحة ما أقول زايد وناقص. ليش تلزمني بشيء ما أقول؟ قلت ما قلت شيء زايد. أقول مثلا هنا صفحة 135 راجعت كتابك وإذا ب 38. عرفت كيف؟ تعالوا فاهموا. تفهموا. هذا موضوع. أتحداك في هذا. موضوع ثاني. يقول الشيعة ليس لهم كتاب صحيح. هم يقولون صحاحنا الأربعة. هم يقولون ما في لم يكتب في تاريخ الإسلام مثل الصحاح. طيب هذا هو. إذا ما فيش الآن موضوعنا الليلة كان موضوع هل هناك مصحف فاطمة أم لا. هم يقولون مصحف فاطمة 3 أضعاف من المصحفين وعندنا والله أعود للموضوع وهؤلاء أجبن من